السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنحل النهاردة اختبار جيومتري 2024، اختبار الصف الثالث الإعدادي المسار المصري، أبناؤنا في الخارج. طيب نبدأ بالمالتيبل تشويس. Question number 1. The straight line passing through the center of circle. straight line اللي بيمر بالايه؟ بالسنتر اوف سيركل. اسمه ايه يا محمد؟ diameter. تمام. diameter of the circle. كلام جميل. Question number 2. It's possible to draw a circle passing through the vertex of rhombus or rectangle, parallelogram, trapezium. عبد الرحمن. ريكتانجل. جميل. لكن الرومبس والباراليجرام والترابيزيوم ما ينفعش يمر بيهم اي سيركل. Question number 3. The measure of inscribed in semicircle. مشهورة جدا يا علي. برافو يا علي. The two tangent draw to the circle at the two ends of diameter h are يامن. برافو يا يامن. ده الاختبار ده ما شاء الله كلها حاجات حاجات سهلة جدا. In the cyclic quadrilateral H2 opposite angle are اياد supplementary اللي هم الصم بتاعهم 180. The number of common tangent يا محمد يا وليد of two distant circle equal. طب انا مش هقول لك هما كام. بص يا محمد، مين اللي قال فوق؟ محمد. ايوه بالظبط كده 4. ادي سيركل وادي الثانيه، وادي يا بطل التانجنت. ادي كومن تانجنت اهو، وادي كومن تانجنت اهوت، وادي واحد كمان اهو، وادي واحد كمان اهو، فبيكون عندنا 4 كومن تانجنت. فالاجابه هتكون 4. ده كان بالنسبه للمالتيبل تشويس، سهل قوي قوي، ما فيهوش اي لف ولا دوران. تمام. نيجي بقى على الاساي. بيقول لي in the opposite figure. طيب احنا نقرا كل جمله في المساله ونطلع المعلومه اللي نقدر نخرجها منها. بيقول لي اي بي اتس ديامتر. اي بي اتس ديامتر. ايه المعلومه اللي ناخدها من الديامتر ده؟ برافو. ان انجل سي ديت 90. جميل. انسكرايب ذا انجل ان سيركل ايكوال 90. طيب بروف ذات ذا فيجر سي دي اي بي سايكل كوادريلاترال. يا راجل بس كده؟ طب ندور في السؤال على حاجه ثانيه يا شباب، يمكن يكون في اي حاجه كده ولا كده. لا مفيش اي حاجه. يعني يا مستر الراجل مديني ديت بيربنديكولار يعني 90، والاوبزيت بتاعها برضه 90. معنى كده ان شكل خلاص سايكل الكوادريلاترال مش محتاجه اي تفكير. فهنقول هنا يا شباب question number 2 A. نقول since ان AB is a diameter therefore measure angle C equal 90 degree. وsince DE perpendicular على AB therefore measure angle DEB equal 90 degree. عايزين بقى نكمل كده وندلع نفسنا. هنقول وسنس ان measure angle DEB plus measure angle C equal 90 plus 90 اللي هي 180 degree، يبقى على طول الشكل بتاعنا اللي هو CDEB is cyclic quadrilateral. مسألة سهلة جدا ويعني حلها مفيش أبسط من كده. ديت 90 ديت 90، الاثنين مع بعض اوبزيت مع بعض مجموعهم 180، يبقى الشكل سايكليك كوادريلاترال. سي دي اي بي. جميل قوي. تمام يا حبايبي. question number 2B. عايز انجل يا راجل. طب ده انا فكرتك حتى ممكن تديني الايه وتسيب لي ارك انا عايزه ولا اي حاجه. ده الول نو بروبلم يا شباب، اللي هو كان السكند كيس، اللي هو التو كوردس انترسكت اوتسايد ذا سيركل.
فالانجل اللي بينهم بتكون هاف الديفرنس. ايوه مساله بسيطه جدا وما فيهاش اي تعقيد. هنقول measure angle E equal half measure of arc AC minus measure of arc BD. مسألة مباشرة جدا، تعويض في القانون مش أكتر. يعني half open bracket ال 110 minus ال 50. 110 minus 50 بكام يا جماعة؟ 60. half ال 60 بكام؟ 30 degree. تمام. ده كان بالنسبه لكويستشن 2 كله هو A و B، يعني سهلين جدا. والمالتيبل تشويس ما كانش فيه اسهل من كده. يبقى كده يا مستر اللي جاي بقى صعب جدا ولا حاجه؟ طب تعال نشوف كده. طب بالله عليك. طيب بيقول لي ايه يا مستر؟ بيقول لي هنا يا شباب ال AB بارل CD، يبقى على طول يا مستر الانجل ديت قد الانجل دي. طب بيقول لي دولت قد بعض، وبيقول لي كمان اي سي ايكوال الاي دي ايكوال اي سي، اي دي ايكوال اي سي، يبقى دول برضو قد بعض. يبقى الانجل دي قد الانجل دي، ديت كده قد دي كده. تمام. تعال نشوف الراجل عايز ايه. بيقول له بروف ذات ان اي بي از ا تانجنت تو سيركل باثنج ثرو فيرسز اي دي سي. خلصناها. ما ديت يا مستر لو تخيل ان في سيركل بتمر بالكلام ده، دي هتكون ايه؟ الانسكرايب ده انجل، ودي هتكون ايه؟ دي التانجنت انجل. الانسكرايب ده قد التانجنت، فهيكون فعلا الاي بي از تانجنت. نكتبها ازاي؟ بكل بساطه. بس يا علي عايز تقول حاجه؟ ما هو حرف الزد جبنا ان دي قد ديت، ولما قال لي ان دولت قد بعض يا عم علي، لما قال لي ان دولت قد بعض فعرفت كمان ان ديت قد ديت. فطالما ديت قد دي ودي قد دي يبقى ديت قد دي. تمام؟ طيب هنقول يا شباب since AB parallel CD therefore measure angle BAD equal measure angle D. وsince ان AD equal AC therefore measure angle C equal measure angle D. تمام. ونسمي دي 1 ونسمي دي 2 ونقوم قايلين له from 1 and 2 then measure angle BAC BAD equal measure angle C then AB is a tangent. وتكتب بين قوسين لو انت واد شاطر قوي بقى كده converse of theorem. تمام. ده كان بالنسبه لكويستشن 3A. طيب يا تعالى 3B. بتقول يا 3B بيقول لي x y z ده triangle touch the circle M externally، يعني بيمس السيركل بتاعتنا اللي هي اسمها M من الخارج. hx او xh equal 3. hx ده ب 3، يبقى اكيد بالمره كده واحنا ماشيين ده ب 3 هو كمان. ليه؟ لان دول كده 2 تانجنت سيجمنت. نكمل. بيقول لي واي دي ايكوال 4، يبقى بالمره واحنا معديين كده عليه نقول له دي كمان ب 4. ليه؟ 2 تانجنت سيجمنت برضه. وبيقول لي كمان اي زد 5، بالمره واحنا ماشيين هنلاقي دي بكام؟ ب 5. عايز بقى حضرتك عايز بريمتر اوف تريانجل اكس واي زد، ما خلاص جبناه. ده 7، ده 9، ده 8، نعملهم كلهم بلس بعض يطلع لي الايه؟ البريمتر بتاع التريانجل. نكتبها ازاي؟ هنقول يا مستر ده 3B since، فهنقول يا شباب since ان اكس دي واكس اتش are two tangent segments. Therefore xd equal xh equal 3 سم. وتعالى زي ما قلنا yd since yd
and YE are two tangent segment, then YD equal YE equal 4 سم. وعشان كمان برضو زد اي وزد اتش are two tangent segment, therefore ZE equal ZH equal 5 سم. يبقى البريمتر equal كام بقى يا شباب؟ 7 plus 9 plus 8 equal 24 سنتيمتر. طيب question number 4 بيقول لي 4 بيقول لي بي سي ده تانجنت. تمام، بي سي ده تانجنت، يبقى بالمره انجل اي بي سي دي انجل اوف تانجنسي. طيب ماشي نكمل. وبيقول لي الام اي الاي ام ايكوال ام بي ايكوال اي بي، يعني ده ايكوليترال تريانجل، يعني كل واحده بس 60 60 60 60. طب ايه ام بي ديت نوعها ايه يا شباب؟ لا الانجل اي ام بي نوعها ايه؟ 60 اللي هي ايه يعني؟ يا جماعه الخير انسكرايبد ولا سنترال؟ سنترال. طب وصاحبتنا اللي هي اي بي سي ديت نوعها ايه؟ انجل اوف تانجنسي. طب الانجل اوف تانجنسي هاف مين؟ برافو عليك. طيب عايز ايه في المساله حضرتك؟ بس كده؟ دي مساله، ده احنا ممكن بس بنعملها كده واحنا يعني ايه بنتفرج، مش سؤال كامل في الاختبار. ما شاء الله عليه 2024 الاولاد كانوا متدلعين قوي. ليها طريقه ثانيه. اتفضل يا ايمن. الانجل ام بي سي هتبقى 90 عشان ده تانجنت. جميل. اي ام كده 60 فهنعمل 90. برافو عليك، برافو. تمام يا ايمن. عندنا ايمن قال لي ام بي ده راديوس وبي سي تانجنت، يبقى دي كلها ب 90. وزي ما قلنا برضو ده ايكوليترال تريانجل، اخدنا منه 60 باقي لنا ايه؟ ال 30. تمام. وزي برضو ما قلنا احنا نقدر نقول برضو ان اي بي سي انجل اوف تانجنسي واي ام بي سنترال انجل، الاثنين سبتند باي ارك اي بي، يبقى يا مستر الانجل اي بي سي ايكوال 30 ديجري. طيب هنقول سنس ان بي سي از ا تانجنت then angle ABC or measure angle ABC equal half measure angle M. وsince triangle AMB is an equilateral, therefore measure angle M equal 60 degree. يعني measure angle ABC equal 30 degree، لان احنا لسه قايلين حالا ان هي ايه؟ half measure angle M. طيب question number 4B. احنا قربنا نخلص يا مستر. ادي 4B 5A 5B وخلاص الامتحان. لغايه دلوقتي مش لاقي حاجه صعبه في الامتحان الصراحه. طيب بيقول لي AB و AC are two chords in circle M. تمام. طيب D و E are two midpoints of AB and AC respectively. measure angle A50, find measure angle DME. اول درس خالص، برافو عليك. center bisect او باس bisect perpendicular، باس bisect perpendicular 90 90 50. نقدر نجيب ديت على طول ب 130. نجيبها ازاي بقى؟ نقول ايه؟ نقول سنس ديت 4B صح؟ نقول سنس ان ام دي بايسكت اي بي، therefore ام دي بربنديكولار على الاي بي. ما ام دي لما مجرد ما قلت ام لما قلت كلمه ام اكنك قلت بس، فلما اقول ام دي بايسكت يبقى انا كده قلت ام دي باس اند بايسكت. خلاص
اتفضل يا اياد. لو قلت سنس ان الام ده سنتر وبعدين ام دي باي 6 يعتبر قلت 100 باك. جميل برضه. تمام. ام دي بايسكت يبقى ام دي بيربنديكولار على الاي بي. اوكي. وسنس ان ام اي بايسكت الاي سي therefore ام اي بيربنديكولار اولسو على اي سي. خلصنا الكلام ده؟ تمام. يبقى نقول ميجر انجل A دي ام اي اللي هو عايزها $360 minus 90 plus 90 plus 50 equal 130 degree. طب عايز حاجة تانية في السؤال ولا حاجة؟ ندور شمال يمين كده يا شباب اللي يكون عايز حاجة. لا مش عايز حاجة خلاص. Last question 5. دول تو تانجنت سيجمنت AC and ED يبقى الاتنين دول قد بعض. طب بالمرة كده يا مستر دي 50 يبقى باقي لك كام من 180 130 يعني دي 65 ودي 65. طيب جميل. ميجر انجل اي 50 ميجر انجل بي 115. طب دي 115 وده سايكليك كوادريترال يبقى بالمرة دي ب 65. طيب بيقول لي بروف ذات ان سي دي بايسكت انجل اي دي اي. خلصنا المسألة. هو احنا عايزين ايه تاني؟ ما احنا قلنا التو انجلز دول قد بعض فخلصنا السؤال بتاعنا خلاص انتهينا. طب هنكتبه ازاي يا مستر؟ هنقول سنس ده 5A since ED and EC are two tangent segment. Therefore, ED equal EC. Hence, measured angle EDC equal 180 minus 50 over 2 اللي هي ب 65. طيب جبنا ديت. بعد كده هنخش جوه السيركل بقى ونقول سنس ان A B C D is cyclic quadrilateral therefore measure angle ADC equal 180 minus 65 minus 115 equal 65 degree. هسمي دي 1 هسمي دي 2 from 1 و 2 therefore DC bisect angle ADA. عادي مش فارق. هو عايز ADA اكتبها له زي ما قال يلا عشان ما يبقاش ايه مزعلينه في حاجه. اخر حاجه معانا بقى نشوف السؤال بقى اخير بقى. اكيد طبعا جايب لنا السؤال الاخير بقى ايه جايب لنا سؤال بقى صعبه كده ولا حاجه عشان خاطر يعني الامتحان كله سهل. طب تعالى نشوف السؤال ده بيقول ايه. question letter B AB parallel CD. طيب تمام. DB DC are two tangent DB DC are two tangent. جميل. find with proof measure angle D. طيب عايز measure angle D. طب دي 140 دي 140 يبقى اكيد ديت بكام يا شباب؟ الانسكرايب بتاعتها في 70. طب دي 70 وده بارلل اكيد البارلل ده ليه شغلانه يبقى دي كمان بكام؟ طب ما دول تو تانجنت سيجمنت 70 يبقى دي كام؟ 70 40 خلصت. طيب كمان مره عشان خاطر احمد منصور. بص يا عم احمد ركز معايا يا احمد. دي 140 سنترال يبقى الانسكرايب دي اللي في قفاها يا احمد هي ديت اللي معاها نفس الارك دوت اللي اسمه ايه سي هاف ميجر اوف ات نصها. دي 140 يبقى دي نصها بكام يا عم احمد؟ نص ال 140 70.
طب الباراليل ده ليه شغلانه، حرف الزد واضح زي الشمس اهوت. دي 70 يبقى دي كام يا عم احمد؟ جميل. طب ودول التو تانجنت سيجمنت يا ابو حميد يعني قد بعض، يبقى 70 دي كام؟ يبقى اقدر اجيب الانجل دي تطلع بكام؟ اوعى تقول 70 تاني، خلاص بقى 70 70 140 بقي لك 40 عشان يكون الترينجل كامل 180. واضح يا شباب؟ واضح يا محمد؟ طيب نقول سنس ان angle AMC and angle ABC subtend by AC arc, therefore measure angle ABC equal half measure angle AMC equal 70 degree. وسنس ان AB parallel CD hence measure angle BCD also 70 degree. ان تريانجل انا جبت انجلين في التريانجل اهوت، ديت وديت، تمام. طيب لسه ما جبناش دي. نقول سنس ان دي بي and DC are two tangent segment therefore measure angle DBC equal measure angle equal 70 degree على طول خلاص. طيب جبنا دي 70. اخر حاجه يا شباب هنقول انتر انجل بقى DBC measure angle D equal 180 minus 70 plus 70 equal 40 degree. وكده خلصنا الاختبار بتاعنا بالكامل، واختبار ما شاء الله جميل جدا. وزي ما قلنا دايما في اختبارات السفاره لا هي سهله قوي ولا صعبه قوي، بس ده بالذات سهل قوي، تمام. يعني حظ الطلاب اللي اختبروا الاختبار ده كان ما شاء الله اختبار سهل جدا وجميل جدا، وبرضو يعني تناول المنهج كله بالكامل وتناوله بشكل مسائل، جايب كل المسائل اللي فيه من المسائل المشهوره والمسائل السهله والبسيطه. تمام كده خلصنا، والسلام عليكم.